بالنسبة للشباب المشتركين في مشروع إعداد البطل، يقدروا يحققوا حلمهم ان هم بيبقوا طبيعيين ويقفوا على الستيج الدولي ويحققوا اجسام بحاول حقيقي في خلال سنة من اعدادهم؟ انا استطيع ان اؤكد ذلك حضرتك بتأكد الكلام ده عن تجربة وعن نظرة عامة، يعني انه ده مش مثلا خاص بأنور العماوي عشان هو عمل هذا التاريخ كله وهذه البطولات العديدة جدا بدون اي تعاطي منشطات او اي تدخلات اخرى. لا، انا بأجزم بده. يعني كابتن أنور العماوي الأسطورة اللي حقق بطولات فوق ال 14 بطولة دولية، صح أو أكتر كمان، لم يأخذ منشطات قط؟ أنا عندي 60 بطولة دولية وعالمية، قارية إقليمية دولية، وبطولات عالم وألعاب عالمية. أقدر أجزم بذلك. أنا لم أتناول المنشطات حتى حين اتهمت بعينة خطأ مرة واحدة في حياتي، وده من ما يقارب 38 سنة، سنة 1987 في استراليا. اعتذر لي في جواب رسمي للاتحاد الدولي أن العينة كانت بالخطأ، بدليل أني لم أوقف في حياتي ولا يوم واحد، بل بالعكس أنا جالي جواب لوزارة الشباب والرياضة وللاتحاد، وبسبب ذلك وتسرع الاتحاد تم حل الاتحاد المصري لكمال الأجسام سنة 1988 بسبب أنه أخطأ في توصيف المادة. يعني الأصل في الرياضة والأصل في كمال الأجسام إنها تلعب بدون منشطات. ده مؤكد، وإلا ما كان، بغض النظر عن خطورتها طبعا ودي حقيقة، لكن أيضا هي تثبت أنه غش، بمعنى أنها أولا بتجعل عمر البطل قصير جدا. مستحيل إن أي بطل يتعاطى المنشطات، وأنا بسميها يتعاطى، مش بياخد منشطات زي بالشعبي، لا، يتعاطى وكأنه أخطر، لأنها أخطر من الإدمان. تدمر الجسم والبدن والأعضاء الحيوية للجسم تقريبا بتنتهي. يعني الشباب المشتركين معانا دول لو قدروا يعملوا الجسم ده، يقدروا ان هم يخشوا التجارب ويتوافق عليهم في منتخبات حتى لو مش واخدين منشطات؟ أنا أجزم بده. اصل هم عندهم اعتقاد بان المنشطات هي اساس الاختيار. لا، المنشطات دي ممكن تفلح وتنفع مع البروفيشنال، مع المحترفين، علشان الحجم الضخم قوي في اولمبيا وغيرها والحاجات دي. انما البطولات العاديه الدوليه، بطولات الهواء انا اجزم، لان انا لعبت 4 اوزان، 60 65 70 وبعض البطولات 75 ما شاء الله، وحصلت مش في اغلبها، في الاغلبيه الكاسحه منها على الذهب ما شاء الله. انا لم احصل على البرونز ال4 مرات مثلا، ما شاء الله، من الرقم اللي انا قلته، وعلى الفضه 9 مرات فقط، والباقي كله ذهب، بقيت ال60 ذهب. وده موثق والناس تقدر ترجع له من اي مصدر، من اي مركز معلومات يعني. ما شاء الله. يعني قول لهم صدقوا حلمكم، انتوا قادرين طبعا. تقول لهم ايه بقى اخر جمله تحفيزيه اليوم؟ انت تقدر تحقق بطولة العالم بدون منشطات، قولا واحدا، نقطة، فول ستوب. شكرا كابتن انور العماوي، البطل الاسطوره اللي مصر ما جابتش منه اتنين. شكرا ليك.